السلام عليكم. هنعمل مع بعض بسكويت النشادر. اه تك... المقادير: 3 بيضات، كيلو دقيق، 3 كباب سمن، كوباية ونص سكر مطحون بودرة، و3 بيضات، وباكوين فانيلي، ونص معلقة بودر، ونص نص ازازة ريحة البرتقال، ونص ازازة ريحة السمنة البلدي. دي المقادير بتاعة البسكوت. كيلو بسكوت، ده كيلو بسكوت. ونص معلقة بودر، والمقادير اهيتي. وهنعمل كيلو دقيق، ده كيلو دقيق مفيش خلفه، عاملينه ما شاء الله. جاب شوية حلوين والله، وما شاء الله كان زي العسل، كان ما شاء الله عليه. ونص معلقة نشادر في شوية لبن دافيه، نص معلقة نشادر في شوية لبن دافيه. دي مقادير كيلو دقيق. انا بعجن اهوتي، بحط النشادر اهوتي كده. انا اخلص وعجن بقى، واقوم ما عاملاها في المكنة بقى، ومقطعينه بقى في المكنة. بديه بسكوت نشادر. كيلو دقيق، 3 بيضات، 3 كوبايتين سمنة، كوباية ونص سكر، باكوين فانيليا، باكوين فانيليا، نص معلقة بودر، وبتاعة ذرة ملح، ودي اسمها ريحة البرتقال، نص ازازة ريحة البرتقال انا حطاها فيه. دي مقادير كيلو دقيق بسكويت النشادر. ما شاء الله كان طالع زي العسل والله. وعاملين بس السمنة كانت بلدي، يعني السمنة بتاعته كانت بلدي. دي المقادير بتاعته اهي. وده البسكوت اهوت بتخبز اهوت ما شاء الله. خلاص كده يعني بعمل فيه بخبزه. برص اهوت وبقطع اهوت من المكنه اهوتي. باخد من المكنه مبقاش ملحقينها، كانت بتقطع محاش لحقن نحوش منها عشان هي بالكهربي، وما كانش يعني بتعمل بسرعه وانا بعمل براحتي. بس ما شاء الله كان جميل. ده المقادير دي بسكوت كيلو بسكوت اهو. بقطع اهوتي، بطلع من المكنه وبقعد اخبز اهو. دي طلع من الفرن اهوتي، كنت محميه الفرن وانا قاعده، وبعمل على طول. بعمله في الصينيه وبحطه على طول في الفرن. ده كيلو دقيق جاب لنا شويه حلوين والله. وبعدين اهو المقادير التانية اهو: كيلو دقيق، كوبايتين سمنه، كوبايه ونص سكر مطحون بودره، و3 بيضات. وكيلو دقيق، 3 بيضات، ونص باكوين فانيليا، نص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة نشادر، ونص كوباية لبن. ده المقادير بتاع كل الدقيق. كده تمام اهوتي ما شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. لسه هنعمل لكم الكحك بقى والقرص وكل حاجة، ونشوفكم كده في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.